اهلا بحضراتكم على الهواء. فقرتنا الاولى فقره اشتباك، والحقيقه المفروض في فقره اشتباك تبقى اشتباك ساخن وكلها اسئله ساخنه، بس خلوني اقر لحضراتكم قاعده في البدايه ملهاش علاقه بالاسئله والاستفسارات اللي هطرحها على ضيفي الكريم. ضيفي الكريم كما نوهت هو الاستاذ جمال البنا، المفكر الاسلامي والديني الكبير. الاستاذ جمال الحقيقه استثمر نعمه كبيره ربنا انعم بيها علينا جميعا، وهي نعمة التفكير، نعمة الاجتهاد، نعمة إعمال العقل. ممكن نختلف ونتفق كثيرا فيما نقول، فيما نجتهد فيه، مش لازم اللي أنا أجتهده الناس يحصل عليه إجماع، وممكن يبقى أنا آسف يبقى تجاوز، وممكن يبقى شطط، ممكن يبقى أي حاجة، ممكن يبقى نافع جدا للأمة. بس في النهاية هي فكرة الإعمال العقل، فكرة إن احنا نشغل عقلنا، نشغل مخنا. أعتقد حال الأمة الإسلامية هيبقى مختلف جدا عن واقعنا. هذا الكلام لا علاقة له بما سيأتي في أسئلتي للأستاذ جمال البنا اللي مشرفنا في مصر النهارده. أهلا بيك يا أستاذ جمال. أهلا بك. منورنا. شكرا. أستاذ جمال، قبل ما أخش في بعض الأسئلة والمحاور، البعض في الصحافة وحتى من الرأي العام بيحب يطلق على حضرتك لقب الشيخ جمال البنا. لا داعي، رغم أن أنا شيخ، والقرآن يقول وهذا شيخي وهذا بعلي شيخا، يعني كبير في السن. إذا كان كبير في السن فأنا كبير قوي في السن. ربنا يديك الصحة والعمر يا رب. ولكن ما أحبش قلم لفظ الشيخ. لكن حضرتك عارف طبعا أن المصريين يعني اصطلاحا كده وباللغة العامية معروف أن كلمة شيخ مش كبير السن، الشيخ لها مدلول ديني أكثر. بالظبط. فحضرتك مش حابب؟ لا، تفضل الأستاذ جمال البنا المفكر الديني. تمام، ده أحسن. وتقدر تقول جمال البنا بس. لا عفوا، لا ده أنت شيخنا. هنا بقى أنت شيخنا طبعا، ونحن نحترم الخبرات والسن أيضا. شكرا. أستاذ جمال، ليه دايما آرائك تحمل جدل؟ ليه دايما آرائك مخالفة لإجماع الأمة؟ ليه دايما آرائك تثير بلبلة فظيعة بعدها؟ يعني ممكن يبقى رأي كده ورأي الناس تتفق عليه، لكن كل الآراء منذ أن تنطق بيها لازم يحصل عليها جدل ولازم يحصل عليها معارضة؟ ليه؟ اختلاف المناهج. منهجي بيختلف عن منهج الفكر الإسلامي السائد الذي تعتنقه المؤسسة الدينية، كل الهيئات الإسلامية تقريبا. كل هذه الهيئات بتؤمن بفكر سلفي. سلفي يعني معناه اللي وضعوا الأئمة والأسلاف، بما في ذلك الأئمة الأربعة اللي وضعوا المذاهب. أيوة. بما في ذلك الطبري مثلا اللي وضع أساس التفسير، إلى آخر أحمد بن حنبل اللي وضع لنا تصنيف الأحاديث. يبقى كل المؤسسة الدينية وكل الفكر الإسلامي يستلهم ما وضعه هؤلاء الأسلاف. طب مع احترامي، هؤلاء الأسلاف وحضرتك ذكرت قامات كبيرة في الإسلام جدا. أصحاب المذاهب الأربعة دول يعني صعب إن احنا نتكلم عنهم أساسا. شوف، هل تعتقد أنهم كانوا يعني على غير صواب؟ كانوا فكر سلفي؟ شوف يا سيدي، اتفضل. أولا هم كانوا عباقرة ما من شك. تمام. ونابغين، ووضعهم أسس يعني منظومة جديدة للمعرفة الإسلامية. كويس. ولكن أيوه، هي الكلام في لكن في حاجتين. أولا ده كان من 1000 وأكثر، يمكن 1200 سنة. ليس شرطا أن ما يصلح منذ 1200 سنة يصلح الآن. ليس شرطا أن ما يصلح في الماضي يصلح الآن. بالضبط. مع ان انا بطرح على حضرتك كلام الائمه ايضا ان الدين الاسلامي هو دين لكل العصور، مش دين لعصر ولا يصلح لعصر. كل العصور عشان المرونه بتاعته. كويس. تمام. يبقى الوقوف عند درجه معينه يخالف الاصول، يخالف المرونه. سامع حضرتك. تاني حاجه، هؤلاء الائمه وان كانوا عظماء ونابغين ولكن ليسوا معصومين. طبعا لا عصمة إلا للنبي. بالضبط.
كذلك كانت وسائل الثقافة التي لديهم محصورة في الكتاب المنسوخ باليد. خضعهم لحكم مستبد بمعنى الكلمة. دي كلها عوامل لها انعكاساتها عليهم. فليس شرطا أن ما قالوه منذ 1000 عام وما كان صالحا وقتئذ وما كان متقدما عن زمنه وقتئذ أن يكون صالحا النهارده أو متفقا مع زمن النهارده. طيب يعني إذا سرنا مع هذا المنطق أو مع هذا السيناريو، هل معنى كده أن حضرتك تبقى مخالف على طول الخط؟ ليس شرطا يعني مخالف على طول الخط، حضرتك قلت إن ولكن المناهج بتؤدي إلى الاختلاف. يعني حضرتك قلت أنني مختلف في فكري عن كل المؤسسة الدينية وعن كل الهيئات الدينية وعن مجمع البحوث الإسلامية وعن دار الإفتاء وعن مشيخة الأزهر. ما فيش حد خالص متفق معاك في فكرك؟ لا 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 لا، ليس هكذا. الخلاف شيء يعني اختلاف ليس مخالفة. فاهم؟ الاختلاف ليس مخالفة. بالظبط. فاحنا بنستلهم اولا وقبل كل شيء القرآن الكريم، وبعدين السنة الثابتة والمتفقة مع القرآن الكريم. ما هي كلمة الثابتة دي دي مهمة جدا. بالظبط. لأن حضرتك قلت في يعني سياقات أخرى إن علينا أن نراجع كثير من السنة لأن فيها تقولات على النبي صلى الله عليه وسلم. بالظبط. ده قلت كده فعلا. تمام. طيب هنرجع لموضوع مراجعة السنة. لكن أنا هتكلم على منطق وأفهم تفسير حضرتك فيه. اتفضل. طبعا بيقال أن اختلافهم رحمة، معنى أن اختلاف العلماء والأئمة والمشايخ يعني التعددية منطق الحياة. لكن على الجانب الآخر ألا ترى أن الاختلاف الشديد، يعني أن يبقى في رأي بيقول يمين ورأي يقول يسار، ده يؤدي إلى حالة من بلبلة في المجتمع الإسلامي وكفانا بلبلات؟ البلبلة إذا كانت سبيلا للجديد للحق فهي أفضل من الاستسلام إلى الباطل أو إلى الشائع أو حتى إلى الرأي السليم دون إعمال العقل. ساعتها البلبلة تبقى مفيدة. يعني هي صورة بقى من هي ليست مرحلة دائمة. هذه البلبلة لن تستمر ولكن هتنتهي إلى حل. طب هتنتهي إلى حل إزاي؟ بإعمال النظر، اشتجار الآراء في النهاية. بس احنا ما بنشوفش حوار، احنا بنشوف مثلا رأي للأستاذ جمال بيقول كذا كذا كذا، وهنقول آراء كثيرة دلوقتي. وبنشوف اعتراض شديد عليها سواء من المؤسسة الدينية أو من المشايخ المشاهير اللي موجودين عندنا، بيقولوا هذا الكلام خارج تماما عن الشرع وعن النصوص الدينية وكذا وكذا. بالظبط. مفيش أي حوار. مفيش حوار. أهو ده بقى الخطأ. يبقى ده عمره ما هيوصلنا الحل. ليه هم ما يقولوش مثلا أنت قلت كذا في الكتاب الفلاني وده غلط، أنت قلت كذا وده تمام إلى آخره، ولكن أنا أقول لأ ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى في الحالة دي هم بقى اللي بيرفضوا. طيب اسمح لي اتفضل. ابدا مع حضرتك انا حوار. اتفضل. انا طبعا لست عالما لكن هنقل على لسان كثير من الشيوخ والعلماء ما رأوه خطأ في اجتهاد حضرتك. اتفضل. حضرتك تفضلت وقلت ان المرأة تصلح للإمامة على الرجال. طبعا قلت كده. افهم سند حضرتك. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد مؤهل الإمامة هو العلم بالقرآن. أنا بس أوضح للسادة المشاهدين الإمامة هنا معناها إيه علشان الناس ما تفهمش. الإمامة دي اللي هي تبقى إمام المسلمين، لا إمامة المسجد. إمامة الصلاة. أنت الرجال في الصلاة، وبالذات مثلا في صلاة زي الجمعة مثلا. حضرتك شايف أن امرأة يمكن أن تؤم صلاة الجمعة في المسجد بالزبط. ويصلي خلفها الرجال. بالظبط. إزاي يا فندم؟ ما أنا هقول لك أهو. الرسول جعل صبيا مظبوط يؤم قومه لأنه كان أعلمهم بالقرآن. صحيح. جعل سالم مولى أبي حذيفة يؤم الصحابة. مولى معناها مولى كان عبدا يعني. يؤم مشيخة الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر وغيره. صحيح. لأنه كان أعلمهم بالقرآن.